السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفيني، أنا شيماء ودي قناتي، أتمنى تشتركي فيها. بس قبل ما نبدأ، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصراحة في البداية أنا كنت مترددة إني أسجل معاكم الفيديو دوت، وبقول لنفسي يعني يا ترى الفيديو دوت هلاقي حد مهتم بيه إنه يشوف الفيديو بتاع الروتين بتاع التنظيف بتاعي النهاردة للأجهزة الكهربائية بتاعة المطبخ ولا لأ. بس قلت لأ، هتوكل على الله وهجرب، يعني أشوف إذا كنتوا حابين المحتوى اللي من النوع دوت ولا لأ. كان يومي أول ما صحيت من النوم، اتصدمت طبعا لما دخلت المطبخ. انا ما كنتش غاسله المواعين من امبارح بالليل. كنت تعبانه بصراحه شويه، فقلت خلاص مش حكايه، انا هخليها لتاني يوم. بس كانت الصدمه الكبيره بقى ان انا لما دخلت تاني يوم المطبخ، يعني لقيت الولاد بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني مش سايبين اي حاجه في المطبخ مش في مكانها. اللي عامل سندوتشات، واللي شارب لبن، واللي عامل نسكويك، واللي يعني الدنيا كانت مكعبله خالص زي ما انتوا شفتوا معايا. فقلت لا، انا هتوكل على الله كده وهسمي الله، وهبدا الم كل المواعين اللي مش نظيفه ديت في قلب الحوض، واشطفها الاول بميه كده واركنها على جنب. وبعدين زي ما انتوا شايفين كده بغسل الحوض غسله نظيفه، وابدا بقى احط الاطباق اللي انا هغسلها فيها. بصراحه الطريقه دي بتوفر عليا كتير قوي، وبتخليني سريعه ان انا انجز كده كله ورا بعضه. ابدا ارص الاطباق واغسلها، وفي الاخر في الشطف بتبقى كلها ورا بعضها. بحس ان الطريقه دي بصراحه مريحاني، انا بعمل كده بقالي كتير يعني. افضل من طبقين طبقين غسيل وشطف كده ورا بعضه. والله انا مش عارفه ايه كميه المعالق وايه كميه الحاجات دي كلها، واللي كان عامل عصير ليمون، واللي كانت مطلع عيش وحاطط عليه زيتون وشويه جبن كده وشويه فلفل، ومدخله الاير فراير على اساس انه يعني بيتزا وكده. فكانت الدنيا ما اعرفش يعني، ما كانش في حاجه نظيفه مش في مكانها والله. ربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم. شايفين الشاليمو ده شاليمو عادي خالص، انا كنت بوريه لكم ومقطعاه كده من تحت. بعمل بيه النسكافيه سريع، بدل ما اطلع المضرب واضرب بيه، لا بعمل بيه، بحط النسكافيه والسكر وشويه ميه صغيرين، واحط كده من الشاليمو اللي انا مقسماه من تحت كده، وابدا الف بايديا، فبيعمل لي رغوه حلوه قوي. هبقى في مره اعملها معاكم. لغايه اللحظه دي انا ما كنتش لسه قررت اذا كنت هعمل الاجهزه انضفها ولا لا. بصراحة الجو كان حر قوي يوميها. فقلت لا، كفاية عليا هدة المطبخ والمواعين دي كلها مع الغدا يعني. فخليني يوم تاني. وكان ورايا برضو شوية غسيل كده، فقلت لا خلاص مش لازم النهاردة ايه اشتغل في الأجهزة. ايه كان عندي الويكة دي اللي انا كنت مفرزاها معاكم قبل كده. كنت عاملاها على الغدا، ففضيت الباقي في علبة يعني. خسارة وحرام ان هم يترموا، هينفعوا يعني في اي يوم. هما مش هيكفوا اكله يعني. بس ممكن لو يوم يعني عامله اكل حد من الولاد عندك مش حاببها او كده، تطلعيها من الفريزر كده وتسخنيها وهتبقى حلوه برضو. يا اما تحطيها جنب شويه اكل برضو، مش هتقول معاكي لا عملتي شويه بتنجان مع شويه فلفل، وتحطي الحبه اللي متبقيين منك دول. هتبقى كويسه برضو، بدل ما يترموا فحرام. بصراحه انا من الناس اللي ما بحبش ارمي اي حاجه، بقول لا، نعمة ربنا يعني لازم ان احنا نحافظ عليها. ودخلت بعد كده على البوتاجاز. شايفين كده عليها بقية مكرونة سباكيتي امبارح بالليل، الولاد برضو عملوا الاندومي بتاع البيت ده، يعني هما اكيد بيشتروه زيهم زي بقية الولاد، بس بصراحة مش دايما. فبجيب لهم مكرونه سباكيتي وبيعملوها في البيت. فقلت لا خلاص، انا ادي برضو البوتاجاز بتاعي كده غسله كويسه. ودي الفوط اللي انا كنت جايباها معاكم، بقول لكم بحب المع بيها البوتاجاز والاجهزه، بصراحه بتلمعها لي حلو. فكده خلاص الدنيا في المطبخ تعتبر كده ايه. الدنيا راقت معايا كوقفتي في المطبخ. واخدت برضو الحوامل بالمره كده، قلت اديها برضو غسله كده في السريع. ما بياخدوش معايا وقت بصراحة، لاني انا دايما ايدي في الحاجة. طول ما انتي ايديكي في الحاجة مش هتاخد معاكي وقت، وهتفضلي محافظة عليها، يعني هتعيش معاكي. الحاجة لما بتهمليها لا بتتبهدل وبتبوظ معاكي بسرعة، وتحسي ان الحاجة عندك ايه ده قدمت، مع اني لسه جايباها جديدة. انا البوتاجاز ده بتاعي، انا متجوزة بيه بقالي سنين كتير يعني، والحمد لله زي ما انتوا شايفين كده انا لسه محافظة عليه. شايفين كده الدنيا الى حد ما كانت راقت. ولغايه دلوقتي برضو ما كنتش لسه قررت بصراحه ان انا اعمل اي اجهزه. قلت لا، هعمل شويه الغسيل دول كده
واعمل الغدا وخلاص على كده. بعد كده فتحت بقى الميكروويف ببص له كده، قعدت اقول له يخرب بيتك انت ايه اللي بهدلك كده يعني. فقفلته. بعد كده قلت لا خلاص مش لازم النهارده. فلا راحت الجنونه طلعت، قلت لا خلاص بقى ان ده ايه، انا كنت ناويه والنيه لله ان انا اعمل الاجهزه النهارده، فبالمره ان شاء الله مش هياخدوا معايا وقت. الاجهزه انا ما بحبش اعملها بميه كتير، بتبوظ بسرعة. خلي بالكوا يعني اي حاجة عندك هتيجي تنضفيها بمية كتير هتتبهدل معاكي بسرعة وهتصدي. افضل حاجة انك انتي تمسحيها على الجاف كده او تنضفيها على الجاف كده زي ما انا عاملة. الفوطة اللي في ايديا ديت حاطة فيها شوية كولريكس الوان وشوية خل وشوية مية دافية، ولا اي حاجة اكتر من كده. هبدأ ان انا يعني حطيتها في المية وضغطت عليها ضغطة كده، عصرتها يعني، وهبدأ ان انا امشي ايدي بالراحة كده زي ما انتوا شايفين. والله ما اخد معايا مجهود. اللي كان لازق ده مش عارفة ده كان لبن ولا كان بليلة، مش عارفة، بس اعتقد ان هو كان بقايا بليلة الولاد كانوا مسخنينها فيه. فزي ما انتوا شايفين يعني الفوطة بقيت كل شوية اروح اشطفها وابلها من المية اللي فيها خل وكلوريكس الوان واجي امسحها. وبعد كده اخدت الفوطة ديت ناشفة خالص بقى وبدأت ان انا اجففه من بره. الاجهزة الحديثة دي كلها ما بتحبش مية كتير. انا افتكر زمان عند ماما قبل ما اتجوز يعني احنا كنا بنغسله البوتاجاز غسيل كامل حمى كده يعني كب كامل هو والتلاجة. بس المية الكتير بصراحة بتقلل من عمر الأجهزة بتاعتنا. فانتي حاولي ايديكي تبقي في الحاجة كده على طول وتنضفيها على الجاف كده. فوطة تكون في ايديكي مبلولة بالمادة اللي انتي هتنضفيها بيها وخلاص. وكمان ما بفضلش المواد الكيماوية كتير يعني علشان بتاكل الجسم بتاع الأجهزة. هي الأجهزة الفترة دي أصلا الخامات بتاعتها ما بقتش زي الأول، بقت رديئة. فأي مادة كيميائية انتي هتحطيها عليها هتاكلك في الجسم ذات نفسه وهتعملك كمان فيه صدى. فانتي يعني ابسط حاجه وهتجيب معاكي نتيجه كويسه كولاريكس الالوان زي ما قلتلك مع الخل، الاتنين دول مع بعض روعه بصراحه. كده كنت خلصت الميكروويف واخدت كمان الكاتل ده قديم عندي من زمان بصراحة، فما انصحش اي حد يعمل اللي انا بعمله فيه. يعني هو اخد عليا واخد على الطريقة دي في التنظيف ان انا بحطه كامل كده تحت المية. بس خلاص يعني هما زي ما بيقولوا عمره الافتراضي كده بينتهي، بس شايفين انا محافظة عليه لان ايدي دايما فيه. فقلت لا كمان انضفه كمان من جوه. شايفين التكلسات اللي جوه ديت نتيجة الغليان بتاعة المية. استنيت طبعا ان هو ينشف خالص وبعد كده شغلته على الكهرباء وحطيت جواه شوية خل وشوية مية وبدأت كده بالليفة دي ان انا اغسلها من جوه. كده خلاص كانت كل التكلسات راحت منه. وكمان بقى يلمع كده، هو استلس من جوه بقى يلمع كده زي ما انتوا شايفين. بس للأمانة هو خلاص يعني بيودع بيقولي ارحميني كفاية عليا كده. نيجي بعد كده بقى للمكنة بتاعة القهوة دي صديقتي الصدوقة يعني زي ما بيقولوا كده. نفس النظام برضو بفوطة كده مليانة، يعني مغيتها في شوية مية بكولوريكس ألوان وشوية خل وهبدأ ان انا امسحها برضو. التنظيف مش بياخد مني مجهود ولا وقت كتير قوي. لاني زي ما بقول لكم طول ما ايديكوا في الحاجة على طول خلاص انتي مش محتاجة تقلبي الدنيا. انا عايزه اقول لكم والله ان انا في تنظيفة العيد بقى العميقة بقى اللي بنقولوا عليها دي بقلب المطبخ وبطلع كل حاجة فيه بره وبكب مية على السيراميك من فوق لتحت والدنيا بتبقى عايمة معايا مية. اجي بعد كده لولادي ايه رأيكم حلو؟ قالوا لي لا عادي مش فارقة يعني هو كده كده كان شكله كان نضيف، بس احنا ايه بنحب نفرهد نفسنا كده ونفسيا احنا ما بنرتاحش غير لما نلاقي ميه وصابون في كل حتة. فالفكرة زي ما بقول لكم ان ايدك طول ما هي في الحاجة بتاعتك هتفضل جديدة وهتفضلي محافظة عليها. والاجهزة غالية حرام بصراحة ان احنا بسبب اهمال مننا او ان احنا بسبب كسل مننا نبهدل الحاجة احنا دافعين فيها فلوس يعني. مفيش حد عطاها لنا ببلاش كده او مفيش حد يعني جايبها لنا هدية ولا حاجة، لا احنا دافعين فيها فلوس فحرام. شايفين الاير فراير هو والله دي مش دهون ولا حاجة، بس انا البيت بتاعي على شارع عمومي ورئيسي يعني فيه عربيات كتير رايحة جاية. فاللي بره ده علشان تحت الشباك بيبقى التراب اللي في الجو بينزل يقف على الاير فراير. بصوا الفكرة دي انا دايما بحط دايما تحت السلة ورقة زبدة وفوقيها ورق فويل
عشان اي حاجة هتنزل لتحت ما توسخليش يعني ما توسخليش الجزء الكبير اللي تحت اللي انا بحط عليه الخل دوت. يكون نضيف لحد ما. نزلت عليه بميه سخنه وشويه خل كده وشويه كولريكس الوان زي ما انتم شايفين، وبالراحه خالص. برضو انا بصراحه الميه كانت سخنه ومش قادره ان انا احط ايدي فيها، فبالراحه عليه كده واحده واحده لغايه ما ينضف معاكي. هو الجزء ده كان بالنسبه لي كان نضيف، ما فيهوش اي مشكله زي ما انتوا شفتوا. انا كنت حاطه له ورق زبده وكنت حاطه له كمان ورق ألمونيوم. هو ده الجزء اللي كان فيه عندي مشكله بصراحه. يعني انا بفرش تحتيه ورق زبده، وبامانه يعني بقالي فتره ما نضفتهاش. برضو شايفين الميه كان لونها عامل ازاي. فقلت لا، انا هسيبها منقوعه كده شويه وبعدين هرجع له تاني يكون الميه السخنه يعني اثرت في الدهون اللي كانت فيها. حتى لو انتي بتفرشي ورق زبدة فيه برضو، فالقلاية بتتوسخ وبيجيلها دهون حتى لو كنتي محافظة عليها من اقل حاجة. يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي مش حلوة في القلاية، ان هي بتبقى بتدوخ شوية يعني في التنظيف بتاعها. بس لو انتي من الناس اللي بعد كل اكلة اكلتين كده هتنضفيها، لا خلاص مفيش اي مشكلة. تمام. كده هبدأ بقى ان انا امسحها من جوه كده وانضفها. انا عادة بنضفها من جوه بالوايبس، بيبقى حلو قوي، بيطلع لي كل الدهون اللي فيها. حتى السخان اللي بيبقى من فوق برضو بمسحه بالوايبس، بيبقى جميل وبينضف لي الجهاز كله من جوه. بس انا ما كانش عندي بصراحة، فعملت بالفوطة المبلولة ومسحت على طول بالقماشة القطن اللي معايا دي عشان تجفف اي مية لو موجودة. وهبدأ امسح مكانها كده وخلاص. انا كده القلاية بالنسبة لي برضو نضفت، ما فيهاش اي مشكلة. مش عارفة اذا كان الفيديو دوت هيعجبكم ولا لأ، بس انا بقول حاجة تشجيعية كده. يعني انا لما بشوف حد عامل حاجة بتشجع برضو، وبقول لا انا لازم اقوم انا كمان واتشجع، وكفاية كسل. انا هنا بعد ما غسلت السلة لقيت برضو لسه فيها شوية دهون. فالطريقة دي انا مجرباها من زمان بصراحة، ان انا بحط فيها شوية دقيق وببدأ ان انا افرك فيها كده. بس انا عملت غلطة دلوقتي. كانت المفروض السلة دي تكون ناشفة خالص، ما تكونش فيها اي بلل. فالدقيق بقى بيبدأ يمتص الزيوت اللي موجودة وبيفرك معايا كده. حتى انتوا لو تلاحظوا كده هشاور لكم على اجزاء بدأت تفرك معايا وتمتص كل الدهون اللي كانت موجودة. فانا اعتقد لو كانت السله ديت ناشفه خالص كان هيكون اسهل معايا. انا مش اول مره اجربها تنظيفها بالدقيق، هي متعبه للايد شويه. الكام صباع دول اللي انت بتعملي بيهم ايديكي، بس بصراحه النتيجه بتاعتها تستاهل، وافضل من اي ماده كيميائيه انت هتحطيها على القلايه بتاعتك ولا قدر الله ممكن تقشرها لك. كده خلاص يعني الدنيا بقت تمام وبقت حلوه مش وحشه. شايفين تحت السلة فرشت برضو ورق زبدة عشان احافظ على الجزء اللي تحت ده على قد ما اقدر. وهنا كان عندي شوية الرز دول ما كنتش لسه فضيت بقية الشكارة ال5 كيلو اللي انا جايباها. قلت يلا بقى ما بدهاش، هي حملة نظافة ووقفة بوقفة بقى. بعد كده جمعت خلاص الفوط كده تقريبا كده خلاص مفيش حاجة تاني هغسلها. كان لسه فاضل الكبة والهاند بلندر، بس بصراحة كنت تعبت قوي فقلت لا كفاية خليها يوم تاني. وكده انا كنت بوريكم المخلل اللي انا كنت عاملاه معاكم من ضمن مشتريات الاسبوع اللي عدى من 10 ايام. وطبعا غسيل غسيل الى ما لا نهاية الى ما لا نهاية، الله المستعان، ربنا يقوينا ويعيننا. وختمت بقى اليوم اخره كده، عملت لهم شويه بوب كورن كده حلوين كده بالملح، واللي عايز بهارات جبنه حطيت له بهارات جبنه. وكده انا كده كان يومي خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.